انه احنا المفروض ننشغل، يعني نعمل اللي احنا عايزين نعمله. والعصيان المدني هنتكلم عنه، لانه كل الكلام اللي بيتقال، 3/4 الكلام اللي بيتقال في بعض محطات الاعلام عن العصيان المدني او الاضراب العام ده كلام غير دقيق ومش صحيح، انه خراب ولا حاجات من دي. منظمات كثيره دخلت الاضراب العام او العصيان العام، وجامعات كثيره انضمت للعصيان العام، يعني في شعب، في ناس واقفه وراه، مش لوحده. ثم انه تاريخيا في دول خدت حقوقها بهذا العصيان المدني. هو العصيان المدني عباره عن ايه في الخلاصه؟ هنعمل لقاءات بكره هنعمل، بس انا عايز اقول لكم خلاصته ايه؟ ان انت عايز تاخد حقك ومش عارف تاخده، فتوقف، ما تتعاملش مع اللي مش عايز يدولك. بس لا في محتاج مطار يتأمن، ولا في ضرب، ولا في مولوتوف، ولا في طوبة. بالعصيان المدني الهند تحررت من الانجليز، ده شعار غاندي، ده شعار الزعيم العظيم غاندي، ان انت اقف حتى يضربوك هم ما تعملش حاجه، ما تعملش رد فعل، يضربك بالشومه ما تعملش رد فعل. ده العصيان المدني، انك انت تبقى عايز تاخد حقك من محمد مش عايز يديك حقك، فما تتعاملش مع محمد، تتوقف عن التعامل مع محمد، حتى ما تضربش محمد، ما تضربوش، او علي او ابراهيم او حسين او جورج او اي حد، ما تضربوش، تقف قدامه تقول له مش هشتغل. هو ده العصيان المدني بكل بساطه، مفيش فيه لا خراب ولا دمار ولا بتاع ولا اي كلام من اللي بيتقال ده. مش عارف ليه بيقولوا الكلام ده، ومش عارف ليه الناس حابه، يعني لسنا افضل الناس، وممكن نكون من اسوأ الناس والله اعلم، انما يعني احنا بنقول والله العظيم الواحد بيقول هنا في التلفزيون وهو قاعد ما يرضي ضميره وما يحق ان يقوله، يعني وما او يحق ان يقوله. يعني انا بقول اللي افهم ان هو صح. ممكن وجهه نظري ما تعجبكش، ماشي، بس بلاش تزعل مني وبلاش تاخد مني موقف. ده اللي احنا عايزين نعمله، ان احنا نسمع بعض. في محطات كتير بتقوم قايمه ضد العصيان المدني اللي هو هيتعمل يوم السبت. احنا بكره ان شاء الله هنشرحه لك، مش هنقول لك روح او ما تروحش، انما هنشرح لك ايه هو العصيان المدني زي ما قلت لك انا فكرته دلوقتي. مفيش داعي ان احنا نقعد نفرض راينا على بعض. يعني شعب قام وطلب الحريه، وطلب ان يكون حر، وطلب ان يصنع قراره بنفسه. ليه بقى عايزين نفرض عليه قرارات ونفرض عليه حاجات؟ ما تسيبوا الشعب ياخد قراره. انا مهمتي كاعلام ان انا اقول لك العصيان المدني ده كيت وكيت 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 وكيت. اذا كان يهمك يا سيدي تعرف رايي كراجل اللي بتحبني او بتكرهني، هقول لك رايي، ده رايي مش الراي السائد، مش الراي الذي يجب ان يكون، ده مجرد راي ممكن ترميه في الزباله، مالكش دعوه بيه خالص. مش عايز تعرف رايي مش مهم، وده يكون احسن. انت تكون رايك بنفسك، اسمع ده واسمع ده وكون رايك بنفسك. بس ما يبقاش ان تقول عدم العصيان المدني تقول كلام كذب انه خراب على مصر. مش خراب ولا حاجه، لا. هي المظاهرات اللي بتتعمل احيانا في العباسيه دي ما حدش ليه بيقول عليها خراب، يعني ما دي مظاهره زي دي بالظبط. بالعكس، ده هم مش هيطلعوا في مظاهره. ما فيش مظاهره في العصيان المدني. فأنا كان هدفي من 25 يناير ان احنا نبدأ نفكر في المستقبل ونشوف حياتنا ونشوف نعمل ايه.